في الزمن اللي احنا فيه الحب هو الشيء الوحيد اللي قادر إنه يهدي أرواحنا، لكن الحب الحقيقي مش كلمة ولا وعد ولا لحظة حماس. الحب عمل وصبر وستر وقلوب بتعرف ترحم قبل ما تعاتب. الحب اللي يرضى ربنا هو حب ما يكسرش قلب ولا يهين روح ولا يجرح نفس، حب يطمن ويداوي ويحن، حب يفتح باب خير مش باب وجع. الحب نعمة بس ما بينورش إلا في قلب نضيف، قلب طيب وقلب طاهر وقلب يعرف ربنا كويس. الحب والأمان أجمل من أي كلام. ولازم تعرف الحب اللي ما يقربكش من ربنا يبقى مش حب. لازم نحب صح ونختار صح عشان ما نتعبش في حياتنا. يا مساء الورد والياسمين على حبايب قلبي الغاليين، أهلا بيكم في حكاياتي حكايات روكي. بشكركم جدا وبحبكم من كل قلبي. بشكر كل حد فيكم بيدعمني واشترك في القناة، ويلا مع بعض عايزين نوصل ل1000 مشترك. ما تنسوش تدعموني باللايك والاشتراك وتكتبولي كومنت حلو عشان أعرف رأيكم في حكاياتي. والنهاردة جايبالكم حكاية إن شاء الله هتعجبكم. يلا حالا نبتدي حلقتنا. كانت بتهرب من البيت وهي ماشية في الجنينة ولقت حد فجأة بيحط إيده على كتفها، وهي اتخضت وقالت هنا بصدمة: عبد الله، أنا لازم أمشي حالا يا عبد الله، أرجوك. هتمشي تروحي وين يا هنا دلوك؟ أنا همشي من البيت خالص. أنا بابا جايب الشاذلي وابنه والمأذون عشان يكتبوا كتابي، وأنا مش هينفع استنى. بابا عايز يجوزني غصب عني خلاص. وانت بقى بتهربي وانت عارفة ان الفيلا كلتها كاميرات؟ لا، ما هي المنطقة اللي احنا فيها دي ما فيهاش كاميرات يا عبد الله. اطمن ما تقلقش، أرجوك سيبني أمشي دلوقتي أرجوك. والله أنا خايف عليك يا هنا دلوك، انت خايت الصغيرة، وأنا عارف انك مش هتعرفي تسلكي عاد يا بنت عمي. أنا هعرف أتصرف، أرجوك سيبني بس، يلا خليني أمشي من هنا. طيب أنا هقولك على حاجة، انت روحي البيت عندي واقعدي مع حنان لحد النهار ما يطلع، وبعدها ابقي امشي. ما هو بابا ممكن يروح يدور عليا هناك عندكم ويرجعني تاني، وأنا مش هقدر أرجع. أنا الموت عليا أهون من إني أتجوز الزفت اللي بابا جايبه ليا ده. طيب بس اسمع الكلام لحد النهار ما يطلع، وبعدها ابقي امشي. يلا روحي بقى على البيت. ومشيت هنا بعد ما سمعت كلام عبد الله، وهو دخل عند عمه وقال: السلام عليكم، كيفكم يا جماعة؟ اتكلم الشاذلي: مرحب يا عبد الله، كيفك؟ بقى كده يا راجل، ما بقاش حد بيشوفك؟ أنا أصلي مش ببقى فاضي واصل يا شاذلي بيه. أنا بروح الشغل وبرجع البيت، ومش بروح أي مكان غير الجامع عشان أصلي وبس. خالد باستظراف: يعني من البيت للشغل للجامع وبس. ربنا يقوي إيمانك يا شيخ عبد الله. وضحك ضحكة سخرية. عبد الله بضيق: أنت هتعمل إيه دلوقتي يا عمي؟ هتكتبوا الكتاب بردك؟ واتكلم خالد: أيوة يا عبد الله، هنكتبوا الكتاب. عندك مانع إياك؟ أنا ولا عندي مانع ولا حاجة، أنا بس بسأل عمي، وبعدين هو صاحب الشأن هنا، وهو اللي يقول نكتب ميتة وما نكتبش ميتة. اتكلم موسى: خلاص يا عبد الله يا ولدي، احنا هنكتب دلوقتي. يلا يا شيخ اكتب الكتاب. وانت هتكتب يا عمي من غير وجود العروسة؟ ما ينفعش، مش كده يا سيدنا الشيخ ولا ايه؟ اتكلم المأذون: ايوه، لازم موافقة العروسة عشان نكتب الكتاب، وهي موجودة. اتكلم موسى: خلاص يا سيدنا الشيخ، انا هطلع اجيبها من فوق عشان نكتب الكتاب، واشيب البطايق معاي. اما في بيت عبد الله، هنا وصلت عند حنان، ولما شافتها قالت: واه يا هنا، انت ايه اللي جابك دلوك؟ عبد الله قال لي اني كاتب كتابك النهارده. وطي صوتك يا حنان الله يخليكي، انا مش عايزه حد يعرف ان انا موجوده هنا، ارجوكي. انت عارفه ان انا رافضه الجوازه دي وكنت بهرب. عبد الله قال لي اجي هنا لحد الصبح، بس اكيد بابا لو عرف ان انا اختفيت من البيت مش هيسكت، هيدور في البلد كلها وهيجي هنا لحد ما يلاقيني. واه يا هنا، انت ناويه تعمليه؟ انت هتمشي دلوك والدنيا ليلك ده؟ خليكي هنا كيف ما قالك عبد الله. مش هينفع يا حنان، انا لازم امشي دلوقتي، لان اول مكان بابا هيدور فيه هو هنا عندك. والله ما عارفه اقول لك ايه. طيب خلي بالك من نفسك وابقي طمنيني عليكي. حاضر يا هنا، هبقى اكلمك واطمنك على طول، بس لما الاقي مكان. بس عايزاكي تقولي لماما ما تزعلش، انا عملت كده غصب عني لحد بقى اما بابا يرجع عن اللي في دماغه واللي هو مصر يعمله ده. ومشيت هنا، وحنان قالت لنفسها: يا عيني عليكي يا حبيبتي، ربنا معاكي. اما في الفيلا عند موسى، قال لي فاتن: ادخل يا فاتن، نادي على هنا عشان المأذون عايز يكتب الكتاب. بردك عايز تعمل اللي في راسك يا موسى؟ مفيش فايدة فيك، الله يسامحك يا شيخ، وعيني عليكي يا بنتي. وفتحت الأوضة وما لقيتش هنا، وقالت: واه، رحت فين يا هنا؟ هنا مش موجودة في أوضتها. انت بتقول ايه يا فاتن؟ يعني ايه؟
يعني مش موجودة في أوضتها؟ كيف يعني؟ هتكون راحت وين؟ تكون نزلت تحت واحنا ما شفناهاش. أنا هنزل أدور عليها تحت كده. يا رب استرها يا رب. وفضلوا يدوروا عليها ومش لاقيينها. وموسى قال: البت وينها يا فاتن؟ ده انت ليلتك سودة، انت هربتيها عشان ما تتجوزش خالد، مش كده؟ انطق يا فاتن، البت فين؟ أنا ما عارفاش يا موسى البت راحت فين. يا حبيبتي يا بنتي، أكيد أنت السبب في إنها تهرب وتسيب البيت. هي ما كانتش موافقة على الجوازة دي. لو بنت جرالها حاجة مش هسامحك يا موسى. اقفلي خشمك يا فاتن، بدل ما ارميكي في الشارع دلوقتي. انا هقوليه للناس اللي تحت دي، هقول لهم ايه؟ بنتك حطت راسك في الطين؟ والله في سماه يا فاتن، انا لما اشوفها مش هخلي فيها نفس. ونزل تحت عند الرجالة. وخالد قال: فين العروسة يا عمي؟ هنستنى كتير ولا ايه؟ عايزين نكتبوا الكتاب ونخلصوا عاد. موسى بحزن: انا بنتي سابت البيت. شاذلي بصدمة: بتقولي يا موسى بنتك سابت البيت كيف؟ كيف تسيب البيت كده وتمشي؟ قولي عملت كده ليه عاد؟ يعني ايه يا عمي؟ العروسة هربت عشان ما عايزاش تتجوزني؟ ليه؟ أنا ناقص يد ولا ناقص رجل؟ كيف تعمل كده؟ اتكلم موسى. بقول لك ايه يا خالد، أنا ما ناقصش كلام. أنا دلوقتي في بنت اللي مشيت وما عرفش مكانها. اتكلم عبد الله. يعني ايه؟ أنا مش موجودة يا عمي؟ يا ما قلت لك بلاش تغصب عليها في الجواز وسيبها تختار. الجواز مش بالغصب يا عمي. أنا مش ناقصك أنت كمان يا عبد الله. أنت توصل لحد البيت عنديك، شوف البيت عندكم ولا لا. أكيد راحت عند مرتك حنان، أنا عارف إنها أكيد هناك. اتكلم خالد. لا، أنا اللي هروح أشوفها بنفسي. عبد الله وقفه وقال له: تروح فين؟ أنت جنيت في عقلك إياك؟ عايز تروح عند أهل بيتك ده؟ فاكرني هسيبك ولا إيه؟ أنا اللي هروح أشوفها، ولو لقيتها هجيبها معايا وأنا جاي. اتكلم خالد. وأنا إيه عرفني بقى إنك هتجيبها معاك؟ هوديها فين عاد؟ دي بنت عمي وخايتي الصغيرة، ومحدش هيخاف عليها قدي. أنا هوصل لحد البيت عندي وراجع. وراح عبد الله لحد البيت وقال لحنان بصوت واطي: أنا جوا يا حنان. لا يا عبد الله، دي مشت وما رضيتش تقعد. أنت بتقولي إيه؟ كيف يعني تمشي من هنا؟ وأنت كيف تسيبيها تمشي؟ هي خافت يا عبد الله، عارفة إنهم هيفكروا إن هي هنا وهيجوا يدوروا عليها. ما هو فعلا ده اللي حصل. عمي بعتني هنا عشان أشوفها موجودة معاكي هنا ولا لا. يبقى هنا كان عندها حق تمشي من هنا. على العموم هي قالت هتبقى تتصل بينا وتعرفنا مكانها. أما هنا راحت على المحطة وسألت العامل اللي هناك: من فضلك لو سمحت، هو القطر اللي رايح القاهرة هيجي إمتى؟ لسه قدامه نص ساعة، أحجز لك تذكرة؟ ماشي، احجز لي تذكرة. اتفضل الفلوس. وفضلت قاعدة في المحطة لحد لما القطر جه وركبت وقالت لنفسها: هتروحي فين يا هنا بس وانتي مش عارفة مصيرك ايه؟ وبعدين انتي رايحة على المجهول وما تعرفيش ايه اللي مستنيكي. بس وماله، مفيش مشكلة، انا هروح في اي مكان، بس ان انا اتجوز الحيوان ده مش هيحصل ابدا. انا هروح القاهرة واقعد في اي مكان لحد بقى ما اشوف هيحصل ايه. وفضل القطر ماشي ووقفت في محطة وناس ركبت، ووقف قدامها شاب وسيم وقال لها: السلام عليكم، تسمحي لي اقعد هنا؟ اتفضل اقعد، المكان فاضي مش بتاعي. انا بس قلت استأذنك، احسن يكون في حد معاكي ولا حاجة. هنا بصت له وديرت وشها وهو فضل باصص لها بإعجاب، وهي أخدت بالها إن هو عينه منها وابتدت تتوتر من نظراته. وبعدها قالت: هو في حاجة؟ حضرتك بتبصلي كده ليه؟ حضرتك بتشبه عليا ولا حاجة؟ ها؟ لا خالص، انا بس شايفك قاعدة قلقانة خايفة. هو في حاجة؟ على فكرة لو انت خليتك في حالك مش هيجرى حاجة أبدا. انا اسف، انا ما اقصدش اتطفل والله، بس يعني خلاص حضرتك ما حصلش حاجة. وبعدها فضلت هنا قاعدة لحد لما نامت وهي قاعدة وحطت راسها على الشباك، وحمزة فضل باصص عليها برضو وحس إنها سقعانة، وراح حاطط عليها الجاكيت بتاعه. ووصل القطر القاهرة وهو قال: آنسة يا آنسة، اصحي يا آنسة، القطر وصل القاهرة. هو انت مش نازلة هنا ولا ايه؟ ايه ده؟ احنا وصلنا فعلا؟ ايوه، انت هنا في القاهرة. ايه ده؟ الجاكيت ده بتاع مين؟ الجاكيت ده بتاعك انت؟ اصلا لما لقيتك نايمة وكنت سقعانة قلت اغطيكي. انا اسف يعني، بس بصراحة انت صعبتي عليا. طيب انا متشكرة جدا لحضرتك، بس هو انا ممكن اسأل حضرتك عنوان فندق او مكان اقدر اقعد فيه يومين؟ ليه؟ هو انت مش نازلة عند حد هنا في القاهرة ولا ايه؟ انت مالكيش حد تروحي عنده؟ هنا بصت في الارض ودموعها نزلت وقالت: من فضلك انا بسأل على مكان فندق، ومش لازم يعني تتدخل في تفاصيل وتسألني اذا كنت جاية لحد ولا لا. انا برضو ما اقصدش،
ان انا اتدخل في حياتك الشخصيه، بس انا قلقت عليكي. انت زي اختي برضو، وانا عايزه اقولك ان الدنيا هنا مش تمام خالص ومفيش امان لو انت هتقعدي لوحدك. استغفر الله العظيم يا رب. اقول لك على حاجه، اتفضل بقى مع السلامه، وانا هدور بنفسي، مش محتاجه من حضرتك حاجه. انا كده فهمت ان انت لوحدك وملكيش حد. بصي يا انسه، انا بس عايزه اقولك ان انت باين عليكي بنت ناس ومش حمل بهدله، واحب اقولك احنا ساعه الفجر هنا في القاهره، وما ادراكي ما ساعه الفجر، يعني هتلاقي اشكال ما يعلم بيها الا ربنا. انا بس بقولك عشان تاخدي بالك من نفسك. سلام عليكم. وسابها ومشي، ولقيت فعلا الدنيا فاضيه، والمحطه كانت شكلها مرعب قوي. وهنا جريت وراه وقالت له: استنى لو سمحت، ارجوك استنى. حمزه وقف وقال لها: نعم، خير. انا بص، انا خايفه قوي، انا هنا لوحدي ومش عارفه اروح فين. وانهارت من العياط. وحمزه قال لها: طيب اهدي، لا حول ولا قوه الا بالله. هو انت تايهه من اهلك ولا ايه بالظبط؟ ولا انت جايه هنا ليه؟